في عالم كرة القدم في قاعدة أساسية كلنا نعرفها: البطولات تحسم على أرض الملعب. بس نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 كسر القاعدة دي تماما. في تطور درامي جدا. المباراة ما حسمتهاش صافرة حكم، لا، اللي حسمها هو قرار طلع من قاعات الاجتماعات. خلونا نفهم ازاي حصل التحول المذهل ده، وازاي يتوج المغرب بطل أفريقيا. ودي كانت اللحظة اللي كأن الزمن واقف فيها. المباراة النهائية متوقفة واللاعبين بيغادروا الملعب، ولوحة النتيجة زي ما هي 0-0. يعني مباراة ما كملتش وخلت قارة بحالها في حالة ترقب، والكل بيسأل طيب وبعدين إيه اللي هيحصل؟ وفجأة نزل الخبر اللي كان زي الصدمة. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بيعلنها بشكل رسمي: المغرب هو بطل كأس الأمم الأفريقية 2025. أيوة، بالبساطة دي، من غير هدف ذهبي ولا ركلات ترجيح، وحتى من غير ما نسمع صفيرة النهاية. طيب إزاي وصلنا للنقطة دي؟ الموضوع ما كانش انتصار بسبب مهارة لاعب أو خطة مدرب، لا، ده كان نتيجة قرار تاريخي وغير مسبوق من مجلس الاستئناف في الكاف. خلونا ندخل في تفاصيل الأسباب اللي وصلت للنتيجة دي. الأجواء في النهائي كانت نقدر نقول فوضوية ومشحونة لأبعد حد، واللي حصل على أرض الملعب كان مجرد شرارة البداية لدراما قانونية حقيقية، كل فصولها كانت بتحصل وراء الكواليس. الحقيقة كلها موجودة في الكلمات الرسمية دي من مجلس الاستئناف، اللي بتقول: يعتبر المنتخب الوطني السنغالي منهزما بالانسحاب على أن تسجل نتيجة المباراة 3-0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الكلمة المفتاحية هنا هي الانسحاب. الكلمة دي هي اللي حسمت كل حاجة بشكل نهائي. وده بيودينا للسؤال المنطقي اللي بعده: إزاي فريق يعتبر فايز في ماتش مخلص أصلاً؟ الإجابة بشكل غريب موجودة جوه كتاب قوانين الاتحاد الأفريقي نفسه، بالتحديد في مادتين هم اللي كانوا حجر الزاوية في القرار ده. المادة الأولى والمهمة جدا هي المادة 84 اللي بتتكلم عن الانسحاب. القانون هنا واضح وصريح: أي فريق بينسحب من المباراة بيخسرها بشكل تلقائي، ولجنة الاستئناف في الكاف فسرت اللي عمله المنتخب السنغالي على إنه انسحاب رسمي، وده اللي خلى القاعدة دي تطبق عليهم مباشرة. لكن إيه اللي خلى اللجنة تطبق المادة 84 من الأساس؟ هنا بيجي دور المادة 82 اللي بتتكلم عن انتهاك اللوائح. اللجنة اعتبرت أن سلوك الفريق السنغالي كان خرق واضح للقوانين، والخرق ده هو اللي فتح الباب لتطبيق عقوبة الانسحاب. يعني ببساطة المادتين بيشتغلوا مع بعض، واحدة بتوصف المخالفة والتانية بتحدد العقوبة. وبكده دي أصبحت النتيجة الرسمية لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2025: 3-0. نتيجة ما سجلتهاش أقدام اللاعبين، لكن كتبتها مواد القانون. بس القصة ما خلصتش عند إعلان البطل، لا، قرارات الكاف كان فيها جوانب تانية مهمة. خلونا نبدأ بقضية اللاعب المغربي إسماعيل صباري، اللي في الأول كان بيواجه عقوبات قاسية جدا. وهنا بنشوف نجاح الاستئناف المغربي بشكل واضح. العقوبة الأصلية كانت إيقاف طويل وغرامة ضخمة 100,000 دولار، لكن بعد المداولات العقوبة تحولت لإيقاف ماتشين بس، واحد منهم مع إيقاف التنفيذ، والأهم الغرامة المالية اتشالت بالكامل. ورغم الفوز باللقب وتخفيف عقوبة صيباري، الصورة ما كانتش وردية بالكامل للجانب المغربي. الكاف فرض سلسلة من الغرامات على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفتها المنظم للبطولة. خلونا نبص على تفاصيل الغرامات دي. الاستئناف المغربي اتقبل جزئيا في موضوع جمعية الكرات ومؤشرات الليزر، وده خلى الغرامتين يقلوا ل50,000 و10,000 دولار. لكن الاستئناف اللي كان بخصوص التدخل في منطقة الفار ده اترفض، والغرامة فضلت زي ما هي 100,000 دولار. طيب بعد ما شفنا كل القرارات المعقدة دي والدراما اللي حواليها، بيظهر سؤال أكبر وأهم: إيه هي التبعات طويلة الأمد للحكم ده على مستقبل كرة القدم في قارة أفريقيا؟ البيان الرسمي ده من الكاف هو اللي حط الكلمة الأخيرة في الموضوع كله. السلطة العليا لكرة القدم الإفريقية اتكلمت، وقراراتها سواء اتفقنا معاها واختلفنا هي اللي بقت الحقيقة الرسمية اللي التاريخ هيسجلها. إذن عشان نلخص أهم النقط اللي اتكلمنا فيها: أولاً، المغرب هو بطل كأس الأمم الأفريقية 2025 بنتيجة اعتبارية 3-0. ثانياً، الحكم ده كان مبني بشكل أساسي على لوائح الكاف بخصوص الانسحاب. ثالثاً، عقوبة اللاعب إسماعيل صبيري اتخففت جداً واتلغت غرامته. وأخيراً، الجامعة الملكية المغربية دفعت غرامات عدت 160,000 دولار.
وكل ده بيسيبنا في النهاية مع سؤال جوهري لازم نفكر فيه، يا ترى إيه السابقة اللي بيعملها قرار زي ده بمنح لقب قاري من غير صفرة نهاية على مفهوم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة في كرة القدم الأفريقية؟ ده سؤال أكيد هيفضل يتردد صداه لسنين طويلة جاية.